حبايبي، حبايب قناة خلي حياتك معنا، أهلا بكم. في الفيديو اللي فات كنت قلت لحضراتكم إنه هتكلم معاكم مع نقطتين اتنين. النقطة الأولانية، يا ترى أدخل ابني في الثانوية القديمة علمي ولا أدبي؟ النقطة الثانية إنه يا ترى أنهي أحسن؟ الثانوية العامة هتبقى خلاص هنسميها نظام قديم، لأن دلوقتي رئاسة الوزراء قالوا لنا إنه الموضوع اختياري لغاية دلوقتي، ولا نظام البكالوريا؟ وأنهي أحسن وأنهي أفضل؟ وممكن واحنا بندردش كده مع بعض يا عم ياسر نختار انهي وايه مميزات دي وايه عيوب دي. الحقيقة أنا هختار عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل النقطة الأولانية وهتكلم عنها، وهسيب النقطة الثانية لفيديو تاني إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب، يا ترى علمي ولا أدبي؟ بيحصل يا جماعة إنه في بالنسبة لشباب سنة تانية، يعني شباب آسف سنة أولى ثانوي، بيجي في الترم الثاني في آخر امتحانات بيدوا لهم استمارة عشان الولد أو البنت يكتب علمي أو أدبي. الفكرة هنا إيه؟ عشان نبقى يعني أنهي أحسن؟ فكرة كتير من أولياء الأمور لما بنتناقش مع بعض وبنتكلم، وزي ما عودنا حضراتكم على المصداقية وعلى الصراحة، معظم الأفكار اللي بسمعها من أولياء الأمور إنه، وما أقدرش أقول إن ده غلط، إنه كليات علمي أكتر، وبالتالي هو شايف إن فرص إن ابنه أو بنته يخش في أي خيار من الخيارات من الكليات المتعددة والكتيرة هتبقى أفضل. فعلمي بالنسبة له، عشان كده بنبص نلاقي إنه ممكن المدرسة يبقى فيها ممكن لو مدرسة كبيرة شوية 7 و8 و9 و10 فصول علمي، ويمكن فصل 1 أو 2 إن كتروا أدبي. مع إن كان زمان مثلا من 20 سنة مثلا أو أكتر على أيامنا إحنا، يعني مش عايزين نكبر نفسنا قوي يعني، إنما يعني زمان شوية كان العكس، يعني ما كانش حد يقدر يخش علمي ده في فصل مثلا 1 أو 2 بالكتير قوي. هو علم كان فيه حاجة اسمها علم علوم وعلم رياضة، إنما الأدبي هو عدده أكبر. لا، علمي ده ليه ناسه وليه طلبته، وبيبقى فصل 1 أو 2. دلوقتي الآية اتعكست، بقى الأدبي هو هتلاقي فصل 1 أو 2، والعلمي فصول كتير يعني الشباب داخلها الحقيقة. طيب، يعني أنا هنا رأيي في النقطة دي، أولا من اللي احنا الصراحة والمكاشفة والحقيقة اللي احنا متعودين عليها مع بعض، هل ابنك من الأساس وهو في ثالثة إعدادي قد علمي، قد الثانوية العامة، قد الأدبي؟ هل ده، ولا احنا خلي بالك انا ما بتكلمش في شارع كده انا ما بخشش فيه، اللي هو ايه، خش الثانوي وانا هظبطك، وموضوع السماعات واللي والقصه والغش والجروبات ده شارع انا ماليش دعوه بيه، ما بخشش فيه، ده قصه تاني، نركن ده على جنب. لكن هل ابني انا، واحنا شايفين الدوله دلوقتي واتجاه الدوله، اولا مفيش وظائف، مفيش تعيينات، دي حقيقة، ده واقع احنا عايشينه. هل من البداية ممكن ابني يكون قدراته التي بوجه كلامي لولي الأمر، تمام؟ هل قدرات ابن حضرتك أو بنت حضرتك تتناسب مع الثانوي؟ طب إذا كانت تتناسب، طب هل هو الثانوي أفضل حاجة؟ ولا ممكن لو اتجهنا إلى بعض المدارس اللي موجود يعني، ونعرف ان المدارس دي ايه مواصفاتها، زي مثلا مدرسة الضبعة النبوية، زي مدارس السويدي، زي مدارس مبارك كول، زي في
عدد كبير جدا جدا من المدارس اللي موجودة، اللي ممكن لو احنا اتجهنا ليها ممكن يبقى فيه شغل في مجتمعنا افضل من ان انا ادخله ثانوي، وان هو يستنى بقى بكره الوظيفه والمرتب والمرتبات الضعيفه اللي احنا نعرفها. فاذا كان قدراته تجيب ثانوي بس ده افضل، ليه ما ندخلوش ده؟ ادي واحد. اتنين، طب قدراته مش قد كده. اتعلمنا زمان ان لو انا حاجه مش قدها، يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لو انا حاجه مش قدها اتشبه فيها ليه؟ انا شايف ان انا بظلم ابني او بنتي لما يكون هو انا عارف 100% ان هو لا يجيد القراءه والكتابه، وده اللي احنا بنشوفه واحنا بنصحح في شباب في ثانوي. ودي حقيقه يا جماعه، انا ما بقولش كلام غايب على حضراتكم. ابني لا يجيد القراءه والكتابه واتعمد ان انا ادخله ثانوي، اصل عشان كليه. هو من الاساس هو عارف يقرا ويكتب. طب نجح ازاي بقى في اعداديه؟ احنا عارفين نجح ازاي. يبقى لما اجي ادخله مثلا دبلوم ايا كان نوعه، نختصر الطريق، لان قدرات، عشان ما اظلمهوش، لان قدراته وامكانياته ما تاهلهوش للنظام الجديد، للنظام الثانوي باشكاله، سواء علمي او ادبي او نظام بكالوريا او هو قدراته كده. فما اظلمهوش. لو انا رحت مدخله، يعني بعض اولياء الامور هي بزعل منه جدا، لانه يقول لي يعني لما يخش ثانوي بكره وبعده ان شاء الله يعني لا هيبقى احسن، ربنا ان شاء الله كده يكرمه، اصل هو مش عارف مصلحته. انا عارف. القصه مش كده. القصه مش ان هو مش عارف مصلحته فانا بختار له وكانه هو بابت عروسه انا بشكلها وبوجهها زي ما انا عايز. او مش بالضروره ان اخوه او اخته دخل كليه كذا فهو لازم عشان ما يبقاش اقل من اخواته. هي القصه قدراته ايه؟ امكانياته ايه؟ يقدر ولا ما يقدرش؟ لان من وجهه نظر المتواضعه طالما قدراته اقل، وده سهل ان انا اعرفه، عشان بعض الامور يقول لي والله ياسر احنا هنعرف منين؟ ما انت هو لو وصل لغايه ثالثه اعدادي ولسه مش عارف، دي في حد ذاتها تعتبر كارثه. لكن انا اقدر بالتواصل مع المدرسين المحترمين، حط خط المحترمين اللي كان ابنك او بنتك بياخد عندهم، ايه الاخبار؟ ايه الدنيا؟ اسمع ارائهم، ما خاب من استشار. هل هو قد ثانوي وقدرات ثانوي عشان بكره وبعده انا هصرف دروس وهصرف وهصرف وهصرف، واحنا شايفين الدنيا عامله ازاي، والامكانيات بقت قليله، والناس بتقطع من لحمها ومن قوتها ومن قوت يومها عشان اكلها وشربها، عشان توفر فلوس دروس لعيالها. قادر خلاص اتفضل اصرف مفيش مشكله، انما مش قادر خلاص. لو خصوصا كمان لما تكون بنت، طب ما انا اللي هصرفهم عليها ومحدش يصفني، ده انت راجعي ومتاخر. القصه مش كده. ما انا لسه بقول يا رب انا عايز ابني او بنتي يبقى وزير، عايز يبقى احسن حد في الدنيا. الاب ما يحبش حد احسن منه الا ابنه او بنته، خلاص ما فيهاش مشكله. انما بنت وما عندهاش قدرات وامكانيات للثانوي، ما نخش دبلوم ونقصر المسافات وربنا يكرمها. ممكن جدا جت في الدبلوم جابت حاجه تخش مثلا معهد سنتين او وارد، لكن طالما قدراتها مش، وانا اقدر اعرف ده بكل سهوله، بلاش عشان ما تعبهاش. واحنا شايفين الدنيا عامله ازاي والمجتمع بتاعنا عامل ازاي دلوقتي، تمام؟ وبيبص ونظره المجتمع للطالب او الطالبه اللي بيبقى بيجي ندخله جامعات خاصه وجامعات
أهلية، وهو احنا عارفين انه هو مش مؤهل لده، لكن فلوس يعني اللي معاه يقدر يصل بابنه او بنته الى اعلى مكانه بالشكل ده وبالطريقه دي. لكن احنا نظرتنا ليه تبقى ازاي؟ حتى في الشركات وفي الاماكن اللي يبقى فيها مطلوب ناس تشتغل، اكيد بيبقى صاحب التعليم بالشكل ده بيبقى جاي في مرتبه غير التعليم الحكومي. انا بتكلم بصراحه. فدي نقطة مهمة جدا، لازم نشوف ابننا، نقعد معاه ونسمعه، وما نقارنش ما بين الابناء وبعضها انه لازم كذا يبقى عشان يبقى كذا، عشان اخوه كذا واخوه كذا. مش دي حاجات على فكرة بتسبب حساسيات وكراهية ما بين الاخوات وبعضها. مش بالضرورة، ممكن جدا ابني ده دخل طب وممكن واحد تاني خد دبلوم خلاص، ويبرع في مهنة معينة او حرفة معينة ويعيش حياته ويجيب دخل اكتر من ده. مش مشكلة. فمش بالضرورة صوابع ايدك مش زي بعضها، مش بالضرورة ان ده يبقى زي ده، مش بالضرورة ان انا اتعامل مع ابني الغي شخصيته، وان انا اتعامل معاه يعني آلة انا بوجهها في مكان، افضل بوش دفع ليه في كل مرة وهو غير قادر ومش قادر على انه يكمل ويستمر. انا في اعتقادي انا كده بظلمه، مش عايز مصلحته. اكيد انا متفهم انك انت خايف عليه وانك انت عايز تشوف ابنك او بنتك في مكانه كويسه، ولكن مهم جدا ان انا اعرف هو عايز ايه قدراته، ايه امكانياته، قبل ما انا ادخله حاجه زي كده. دي وجهه نظري المتواضعه، ارجو ان ما حدش يزعل مني من وجهه النظر دي. علمي له ناسه، أدبي كل الاحترام والتقدير لأدبي له ناسه، ثانوي ليه ناسه، طالما قادر، طالما عندي استعداد وابني عنده المقدرة انه يخش، خلاص مفيش مشكلة. مش هطول عليكم أكتر من كده. سعيد إن أنا قعدت معاكم ودردشت معاكم شوية دول. شكرا لحضراتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.